بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل فرخه كبيره ورز. هعمل رز اصفر جنبها وهعمل حبه حاجات جنبها. هنشوف بقى هنعمل ايه. يعني انا حطيت الميه تغلي على الولعه وهنحط فيها الفرخه. انا كنت عايزه اصورها معاكم بس فاتت، ولما جيت اعيد التصوير ما لقيتهاش. دي فرخه كبيره اللي هي فراخ كبيره. ودي الراس بتاعتها اهي، انا حطيتها تحت اهي. ده روزميري، انا حطيت روزميري وحطيت بهارات وحطيت طماطم وبصل. فانتوا براحتكم، انتوا بقى هتنزلوها كده هي هتستوي بقى، ننقلها بقى على العين اللي ورا. وهعمل جنبها حبه حاجات هنشوف مع بعض هنعمل ايه. يعني دي بصلايه انا مقطعاها يعني صغير، مخرطاها تخريط صغير، ومعلقه زيت واحد عشان انا هسقي رز شوربه. هعمل رز بالشوربه، رز زي بالكاري، فاحنا بنحب نحط عليه بصلايه. ده الكركم اهو. انا بقى ايه هحط عليه حبه شوربه، يعني ايه ممكن تحطوا بودره كده على الرز، وممكن تحط عليه الميه او الشوربه بتاعته. هنزل بقى بالرز عشان ايه، انا مش عايزه البصله تحمر قوي، يعني هي دخلت ايه عشان بس انا مقلله الزيت فمش عايزاها تحمر قوي. الكميه كده حسب عدد افراد الاسره براحتك يعني. الرز بقى العادي بتاعي هنزل بقى بالكاري كده. بعد كده هزود ميه عادي بقى، ميه سخنه عادي اهو. بصي بقى شوفي اصفر ازاي. لان انما لو رشتيه بودر ممكن يروح في ناحيه اهي. نغطي عليه بقى عادي ونسوي الرز عادي. سوى الرز ما شاء الله، الاكل خلص وجميل وما خدش وقت. والرز لما تحطوا عليه بصلايه كده بالطعم بتبقى حلو. ممكن تعملوه من غير بصل بس بحس ان هو مش له طعم بصراحه. بس هي مساله اراء يعني، براحتكم. وبتنجان مخلل وملوخيه. وادي الاكل خلص وبسيط، وعيش بلدي جميل. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.